السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهاردة هنعمل الجيلي اللذيذ الطعم، يعني ما اقولكوش على الروقان كله، بمعنى اصح بيرطب على القلب، طعمه جميل جدا، محبب عند الاطفال، محبب عند الكبار قبل الاطفال. بجد هتعملوه هيعجبكم جدا، وسهل وبسيط قوي قوي قوي، وفي امكانيات اي حد ممكن يعمله. تمام. هنعمل النهارده الجيلي بالكاستر، وبعد كده هقول لكم على ازاي ان انتوا تخلوه بالقوام المتماسك ده، ويوفر معاكم ازاي كميه ما شاء الله، وشوي يعني الطعم بتاعه هيبقى تحفه، هيعجبكم بجد، هتجربوه وهتدعوا له. هنبدأ مع بعض ونسمي الله. معايا 4 كوبايات من اللبن، ومعايا هنا 4 معالق من الكاستر. الكيس ده يا جماعة معلقتين. تمام. هاخده كده، هفضي الباكت الاولاني والباكت التاني، وهقلب على نار عالية عادي، متشغلوش بالكم. وبعد كده يا حبايب قلبي هجهز برضو السكر بتاعي. السكر بتاعي كل كوباية لبن هتاخد معلقة سكر، ده هيبقى مظبوط بالنسبة للكاستر، علشان الجيلي طبعا كده كده محلى فيه السكر بتاعه. فانا نزلت ب4 معالق من السكر اهو زي ما شايفين حضراتكم. بعد كده هبدأ بقى ان انا اقلب كده لحد ما يبدأ ان هو يعمل قوام معايا. هنزل بمعلقة فانيليا زي ما شايفين حضراتكم كده، فانيليا سايلة بودر اي حاجة. وكده القوام معايا اهو، البقبقه دي يعني كده خلاص بقى تمام معايا. بنزل معلقه زبده صفراء او سمنه بلدي اي حاجه. بجيب عندي القوالب بتاعتي بدهنها دهنه زيت، وبنزل زي ما شايفين حضراتكم كده بنص الكميه اهو. وبعد كده يا حبايب قلبي باخد برضو البريوش، بحط فيه باقي الكميه. عندكم اي قوالب اشكال، كاسات، فناجين، اي حاجه انتوا حابين تحطوا كوبايات براحتكم، مفيش اي مشكله. ده يرجع لذوق حضراتكم والامكانيات اللي عندكم. هاخده بقى كده يا حبايب قلبي، احطه في التلاجة لمدة ربع ساعة لحد ما احضر الجيلي يكون تماسك، عشان احنا في الحر. جبت هنا معايا بولة هحط فيها يا حبايب قلبي 2.5 كوبايات من المية المغلية. لازم تبقى مغلية زي ما شايفين حضراتكم كده. هو الباكت بيبقى مكتوب عليه 3 كوبايات، يعني مثلا لل3 اكياس. وبعد كده بتحطي 3 كوبايات تانيين ساقعين. احنا مش هنسمع الكلام ده اطلاقا، هنمشي زي ما انا مشيت كده عشان يديك القوام اللي انت شفتيه المتماسك في اول الفيديو. هنا يا حبايب قلبي جبت الباكت اللي فيه 3 اظرف. هبدأ كده افتحهم وهنزل بيهم تدريجيا واقلب عشان المية سخنة. وبعد كده لما بخلصهم يا حبايب قلبي بجيب معايا مية من الحنفية فترة، 1.5 كوباية من الحنفية. مش عايزة ان انا احط مية كتير بحيث ان التماسك يبقى قوامه معقول معايا اهو. زي ما شايفين حضراتكم كوباية، وادي النص بس كده. وهقلبه وهركنه على جنب يهدى كده دقيقتين لحد ما اطلع الكاستر بتاعي من التلاجة. زي ما شايفين حضراتكم بسلكه بقى كده. دي بقى الخطوة دي بتيجي من ايه؟ بتيجي من مسحة الزيت اللي احنا عملناها في اول الفيديو. تمام. بفرغ كل الحاجات دي كده علشان الجيلي اديله مساحة ان هو يخش كده في القاع ويدي شكل جميل. زي ما شايفين حضراتكم كده هنزل بسم الله كده. حطي معلقة او مضرب او اي حاجة تفادي يعني ان هو ينقطع وكده، وتنزلي كده بسرسوب كده بسيط لحد ما تملي زي ما انت عايزة. زي ما شايفين حضراتكم قوام الجيلي. معلش سوري يا جماعة على صوت الجرس. زي ما شايفين حضراتكم كده خدته حطيته في التلاجة لمدة ساعتين بس، ما كملش حاجة وما شاء الله عليه. علشان تقلبيه بالقوام ده ويطلع معاكي بكل سهولة، معلش اللقطة دي ما اتصورتش، بتغمزيه في مية سخنة لمدة 5 ثواني. عدي كده 5 ثواني على ايديكي وتروحي شايلاه بسرعة، وبتصبيه في الاطباق بتاعتك زي ما انت شايفة كده. ما شاء الله عليه بيبقى طعمه جميل جدا. عشان بقى معلش الجو حر، وطبعا هو بيسيح في الحر وكده، حاولي ان انتي لو بيتي ليله بيبقى افضل. انا عشان التصوير وعلشان اقدمه لحضراتكم والله ما كمل اكتر من ساعتين في التلاجة، وخدته على طول صبيته علشان اوري لحضراتكم القوام بتاعه وجماله وشياكته.
ممكن تقدميه لضيوفك، تقدميه لاولادك. ما شاء الله الاولاد ورا الكاميرا كانوا هيتجننوا عليه، تبارك الله. انا بوريه لحضراتكم كده وما شاء الله عليهم، بقى يقولوا لي يا ماما احنا عايزين نذوقه، شكله جميل جدا. انا بعمله عندي تقريبا كل شويه، يعني ما شاء الله عليه. والله في اليوم ده انا عملت دول، وجيت بالليل عملت الجيلة بموز اللي هتشوفوه حضراتكم كده، اللي شفتوه في اول الفيديو. والله عملته بالليل في نفس اليوم من كتر جماله وحلاوته. الاولاد يعني ما شاء الله بألف هنا خلصوه في ساعتها. شوفوا بقى اللذاذة، مجلجل جلجلة مش طبيعية، جيل بجد يعني ابن ناس. شوفوا يا جماعة، شوفوا بهزلكوا الطبق اهو، شوفوا عامل ازاي، قوام متماسك وجميل، يبرد على قلبك في الحر ده وفي الجو النار اللي احنا فيه ده. ربنا يجيرنا من النار وعذاب النار، اللهم امين يا رب العالمين. واشوفكم ان شاء الله كده يا رب في فيديوهات تانية جديدة من مطبخ ياسمين الاكلات العصرية. وان كنتوا حضراتكم معايا لاخر الفيديو فضلا وليس امرا، لايك وشير وكومنت حلو زيكم. بحبكم في الله واستودعكم في امانة الله، في رعاية الله يا حبايب قلبي.